90% من الناس بتغلط في الإدغام الشفوي وبتقراه غلط من غير ما تاخد بالها. تعالى أقولك الصح في أقل من دقيقة. الإدغام الشفوي حروفه هو حرف واحد فقط، هو حرف الميم. الإدغام الشفوي تعريفه إيه؟ هو أن يأتي بعد الميم الساكنة ميم متحركة، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام، وسمي إدغام متماثلين صغير. تعالوا ناخد مع بعض الأمثلة على الإدغام الشفوي أو الإدغام المثلين الصغير. كم من فئة، كم من فئة. هنا عندي الميم الأولى جاءت ساكنة والميم الثانية جاءت متحركة، يبقى حكم الميم هنا هيكون هنا إيه؟ هيكون حكمه إدغام شفوي أو إدغام مثلين صغير. يبقى هضغم الميم الساكنة في الميم المتحركة إدغاما كاملا مع الغنة. كم من فئة. تعالوا نشوف مثال آخر. وآمنهم من خوف. هنا عندي الميم الأولى جاءت ساكنة والميم الثانية جاءت متحركة، هنضغم الميم الأولى اللي هي الميم الساكنة في الميم المتحركة إدغاما كاملا مع الإتيان بغنة. وآمنهم من خوف. لماذا سمي إدغام مثلين صغير؟ سمي إدغام وذلك لإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، وسمي مثلين لأن الحرفان اتحدا في المخرج والاسم والصفة، وسمي صغير لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وبكده خلصنا شرح إدغام المثلين الصغير أو الإدغام الشفوي. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. واللي عايز يشترك في القناة هتلاقوا الرابط تحت التعليق المثبت. وجزاكم الله خيرا.